الناس مثلا يبعثوا لي اشياء رسائل مهمه في اطار الخدمه تاعي، كي ما يكونش الانترنت ما نقدرش نتصفحها وما نقدرش نجاوب عليها، وهذا مشكل كبير. وفي نفس الوقت بصراحه انا ما نفكرش فقط في نفسي، نفكر حتى في البلاد. لما تشوفوا المانيا مثلا راهي كما يقول لك الوقت من ذهب، مش من ذهب، الوقت راهو ذهب. فان الواحد يجي هكا يقرر 4 ايام بلا انترنت، راهي تروح على البلاد سواء الجزائر ولا بدون انترنت راهي تضيع عليك ملايير بالدقائق. الناس راهم يحسبوا الملايين والملايير بالثواني مش بالدقائق. وبالتالي انا نفكر اكثر في هذا، لان انا نقول اوكي هذا 3 ايام هذا نصبر عليهم كان حتى مشكل ياك، ولا نستنى حتى خلاص الامتحانات العشيه نتصفح لكن بصراحه اول مره نشوف هذا، مع اني نعرف الجزائر. انا قريت في الجزائر، زعما نعرف الجزائر ونعرف كل شيء وما زال مهتم بالجزائر، لكن هكا اشياء الانسان يتعجب. والله شوفي انا كي نجي للبلاد شخصيا ما دام مانيش عايشه هنا، انا نقضي وقتي مع العجوز مسكين، انا نجي عليها الوالدين، فهمتني. وبالتالي انا يعني بالنسبه لهذيك الاشياء اللي ما تفوتش نعوضها كي نولي لالبانيا. لكن كاين حوايج ربما تفوت، مثلا في الخدمه تاعي الناس مثلا يحكيوا معايا مثلا يحبوا عرض، لكن فات لي العرض هذا وراح لي، فهمت. وهذا شوف رانا انسان بسيط يعني، فما بالك الناس اللي تخدم في هذا المجال وتخدم بالانترنت وتحتاج هذا باش تخدم به. لكن ما يعني مش لدرجه انه مدمن نعمل لعب نكون في الدار ولا ما عنديش الانترنت، لو كان ما جاتش الخدمه نقول لا خليها معليش. بيان سور لكان طولت الحاله بزاف، بصراحه 3 ايام 4 ايام ورا بعضها غريب. ودي انا نشوفها من المنظور الخارجي ثاني مش تاع البلاد فقط، والناس اللي تجي هنا. انا ديجا جزائري وما فهمتهاش.